اليوم نسمعوا بزاف بكلمة أمازيغ، بصح واش معناها بالذات ومنين جات هاد الكلمة؟ الأمازيغية هي عائلة لغوية كبيرة تمتد من واحد سوا في مصر حتى المغرب. فيها مثلا القبيلية، الشاوية والشنوية، أنواع في جبل البليدة وتلمسان، المزابية، الزناتية في الواحات، داقرقارنت في ورقلة، والتماشاق عند التوارق. بكري ناطقين هذه اللغة كانوا يعيطوا لهم البربر. هذه التسميات جاتنا من اليونانيين والرومانيين اللي كانوا يسميوا البربر كل الشعوب الأجنبية اللي ما يفهموش لغتهم. معناها سكان إفريقيا وآسيا وشمال أوروبا، كانوا يعيطوا لهم كلهم بربر. وكان في هذه التسمية شبه من التميز العنصري، بصح مع مرور الوقت الشعوب كلها تخلات من هذه التسمية لروحها، وغير في شمال افريقيا قعدت. اما لا مناضلي الثقافة الامازيغية حوسوا على كلمة جديدة محلية اللي تناسب خير. كانوا عندهم بزاف الاختيارات، بصح كلمة امازيغ عجبتهم اكثر على خاطر لقاوها موجودة في عدة مناطق وعدة فترات تاريخية. في العصور القديمة مثلا كانت قبيلة قوية اسمها مازيس، وفي العصور الوسطى ابن خلدون حكى على ملك كبير اسمه مازيغ. وهاد الكلمة لقاوها تاني في تيميمون وين كانوا يسميوا الأولياء الصالحين باسم أمازيغ. وكاين تاني توارق اللي يسميوا روحهم إيماجيغن، معناها النبلاء. وفي ليبيا والمغرب كاين زوج قبائل كبار اللي اسمهم أمازيغ. إما لا في الربعينات كي كانوا حوارات متحمسة في صفوف الحركة التحريرية الوطنية لتعريف الهوية الجزائرية، الناطقون بالأمازيغية اختاروا كلمة أمازيغ باش يعرفوا رواحهم، وخرجوا النشيد أكرميسو مازيغ، معناها نوض يا ابن الأمازيغ وحرر روحك من الاستعمار الفرنسي. ملتم ولا أمازيغ معناها تاني الإنسان الحر. اليوم كبر بزاف المعنى تاع كلمة أمازيغ، ولات عندها بزاف المفاهيم تقصد الحرية، اللغة، حركة ثقافية أو سياسية، وحضارة تاريخية قديمة تاع شمال إفريقيا.